بحسب آخر الأخبار التي بحوزتنا، فقد تم تداول اسم المسير البارز ورئيس النادي الهاوي لاتحاد العاصمة سعيد عليق بقوة في أروقة إدارة الشبيبة وأيضا الشركة المالكة، ولكن مصادر سبورت نيوز كشفت بأن المنصب المرشح له لن يكون بأي حال من الأحوال منصب رئيس مجلس الإدارة، وإنما منصب المدير الرياضي. وبخصوص مستقبل الرجل الأول في مجلس الإدارة عاشور شلول يبقى مؤجلا، حيث تريثت شركة موبيليس بشكل كبير في اتخاذ قرارها النهائي بخصوصه، وهو الأمر الذي جعل الأمر يعتبر مادة دسمة للشائعات وتسبب في تضارب الأخبار، ولكن الأكيد في الأمر أن مستقبل الرئيس سيتحدد خلال الساعات المقبلة، سواء بتجديد الثقة فيه أو وضع حد لمهامه. وبحسب مصادرنا دائما فإن مجلس الإدارة وأيضا ممثلي شركة موبيليس يرون ضرورة القيام بإعادة تهيئة الهيكل الإداري، فيما سيتم تغيير بعض المناصب الفنية، وسيكون من أبرز المسيرين المرشحين للرحيل هو المدير الفني جمال مناد، وكذا المناجير العام إبراهيم زافور، فيما يبقى الأمر متعلقا بقرارات رسمية ستكشف عنها الشركة المالكة للنادي موبيليس.